اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عملت معاكم البسكوت الزبدة طلع تحفة. وعملت معاكم النهاردة تاني وصفة من وصفات العيد، الكعك دايب بتاع المحلات، الطعم وريحة وحاجة دايبة كده زي ما انتم شايفين كده قدامكم. حاجة كده فاخر من الآخر، مقادير مظبوطة مليون في المية. انا معتمدة الوصفة دي بقالي 3-4 سنين، حاجة كده ولا في الخيال. وكانت ريحته قلب الدنيا، والله طعمه ولا ذوبانه، اقسم بالله احلى من بتاع المحلات كمان. طبعا عندنا كام تكاية كده، فالحركات والتكات بتاعتنا بتخلي الكعك في حتة تانية خالص زي بتاع الافران واحلى كمان، زي ما انتم شايفين كده قدامكم. بس قبل ما نخش على التحضير والمقادير، ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة، ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا معايا هنا 2.5 كوب من السمنة بلدي. ممكن تستبدليها باي سمنة نباتي عندك، مفيش اي مشكلة، بس كعك يعني سمنة بلدي. ومعايا كيلو من الدقيق، ومعايا معلقة كبيرة صغيرة من ريحة الكعك، ومعايا رشة ملح، ومعايا كيس بيكنج باودر، ومعايا معلقتين لبن بودر. دول المواد الجافة. كيلو دقيق 7 كوبايات دقيق من الكوباية المعيارية. وباخد معلقتين سمنة كده زي ما شفتوا، نص كوباية كده، وبحط عليها السمسم وبسيبها تغلي على النار، وبنزل بيها في قلب الدقيق. وبعد كده بسخن، بسيح السمنة الباقية معايا، يا دوب بس تسيح في الميكروويف كده، مش سخنة ولا حاجة. وبعد كده بنزل باقي السمنة، وهفضل ابس العجين كده في بعضه، الدقيق مع السمنة مع اللبن البودر مع السمسم. بحط 4 معالق سمسم كده في السمنة اللي بحطها على النار تقدح، وبفضل اقلب كده زي ما انتوا شايفين. شموا الريحة بقى، ريحة كده ولا في السمنة البلدي بتخلي الكعك في حتة تانية خالص، حاجة كده فاخر من الاخر. اهم حاجة في الكعك الناجح هو بس السمنة مع الدقيق. هفضل ابس كده بايديا بين كفوف ايديا زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، لحد ما يبقى معايا زي الرمل اللي مندي كده زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. هو بيتكلم عن نفسه. بصراحة كان طعمه وريحته خرافة، جربوها وهتدعولي والله. لحد ما يوصل للقوام ده اقعد من 10 دقايق لربع ساعة بس في العجين كده زي ما انتوا شايفين. ومعايا هنا كوباية من المية الدافية، وبنزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر، وباكت خميرة من خميرة دريم او اي خميرة فورية عندك، مفيش اي مشكلة. وهدوبهم كده وهسيبهم لمدة دقيقتين. هبص الاقي الخميرة بالشكل ده تتفاعلت معايا كده، خميرتي ناجحة. ما انا مش هعجن، بس هخلط المية مع الدقيق مع السمنة. انا ما بعجنش، لان لو عجنت هيعضم معايا وينشف. كعك ما بيتعجنش عشان ما يربيش عرق الدقيق معايا وينشف معايا. وهفضل اقلب كده العجينة لحد ما اشرب المية والخميرة والسكر في قلب العجينة كده زي ما انتوا شايفين كده. خلاص العجينة بقت معايا فل وقشطة. وانا بحب اعمل في الطبق الغويط ده عشان اعرف ابس براحتي. ومعايا هنا شايفين الشكل كان بيتكلم عن نفسه، ما شققتش معايا ولا حاجة. لو عملت تيست للعجينة كده ولقيتيها بتشقق، يبقى عايزة معلقتين سمنة كمان. انا بالنسبة لي عجينتي مظبوطة. ومعايا طبعا المنقاش، ومعايا البصامة، ومعايا العلبة بتاعت الشكل بتاعت الكعك. ممكن تستعملي البصامة والمنقاش اللي يريحك، على دي حسب ذوقك. وهمسك العجينة كده واكورها واحط فيها الملبن. شايفين العجينة سهلة معايا جدا جدا في التشكيل، يعني عشان عجينة ناجحة، مش عايزة سمنة ومش عايزة اي حاجة. وبحط الملبن في قلبها كده، وهفضل اقفل واجيب البصامة كده وابصم. شايفين الشكل بيتكلم عن نفسه زي ما شفتوها كده في اول فيديو. ما الشكل ما فرش معايا ولا اي حاجة، حافظ على شكله طبعا عشان العجينة مظبوطة، مش محتاجة اي حاجة. كان دايب والله العظيم، وريحته قلب الدنيا. ريحة الكعك اللي فيه مع السمنة البلدي، مع طبعا المعلقتين اللبن البودر دول بيدوله تيست وطعم حلو، بيدوله اللون الذهبي الجميل الحلو.
وهفضل اعمل كده نفس الطريقة لحد ما اخلص كل الكمية. وديني بعمل قدامكم بالمكسرات وبالملبن، حاجة كده فاخر من الاخر. طبعا ممكن تستبدلي بالعجوة، ممكن تستكفي بالملبن، ممكن تستكفي بالمكسرات، اللي يريحك ده حسب ذوقك. ممكن تستعملي كعك سادة، مفيش اي مشكلة. وزي ما انتوا شايفين كده قدامكم بقى، عملت واحدة بالمنقاش، واحدة بالبصامة، وهعمل لكم واحدة بالعلبة كمان بتاعت الشكل اللي هي بتاعت الكعك دي. الحاجات دي انا بشتريها من اي حد بيبيع ملتزمات الحلويات. اظن الواحدة ب10 جنيه، يعني مش غالية قوي، سواء المنقاش او العلبة دي او البصامة مش غاليين يعني. زي ما انتوا شايفين كده الاشكال كلها بتتكلم عن نفسها. وكل سنة وانتوا طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب وعلى الامة الاسلامية كلها. وكده خلاص انا خلصت كل الكمية. ومعايا الفرن هنا درجة حرارة على 180، وبوطي الفرن بسيبها ربع ساعة شغالة. وبعد كده مجرد ما بحسه خد لون كده بهدي عليه النار خالص لحد ما يستوي معايا. وكده نكون وصلنا للشكل النهائي. شايفين طبعا لونه فوق زي تحت بالظبط، مفيش فرق بينهم خالص. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بعد كده بجيب سكر بودرة وبرش عليه كده زي ما انتوا شايفين. بصراحة الريحة، انا بستخدم سكر بودرة، انا بجيب سكر بودرة جاهز. ممكن تطحني السكر في مطحنة الخلاط، بس طبعا الجاهز بيبقى عليه اضافات زي النشا وحاجات تانية بيدي طعم بصراحة وشكل احلى. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. شايفين الذوبان بقى، ما هو بيتكلم عن نفسه لسه كمان، ده هو لسه سخن، لما يبرد كمان هيديكي شكل احلى. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.